يا ترى عمرك فكرت ان الكرتون اللي بتحبه فيه اسرار غريبة وغامضة؟ النهاردة هنكتشف مع بعض 5 اسرار مخفية ومشوقة عن كرتون سبونج بوب سكوير بانكس، اسرار تغير نظرتك ليه تماما. يلا بينا نبدأ. مدينة كارل مستوحاة من مكان حقيقي اسمه بيكيني أتو، وهو موقع حصلت فيه تجارب نووية في الأربعينات والخمسينات. التجارب دي دمرت المنطقة بالكامل وسابت إشعاعات نووية ممكن تكون السبب في ظهور الكائنات الغريبة اللي بنشوفها في الكرتون. تفتكر الشخصيات دي متحولة بسبب الإشعاعات؟ الوصفة السرية لسلطع برجر هي أكتر حاجة غامضة في الكرتون. بعض النظريات بتقول إن مستر سلطع بيحب الفلوس وكمان الجوازة. ينفع أكمل؟ طبعا اتفضل. انه بيستخدم لحم السلطعون، وده ممكن يفسر ليه ما شفناش سلطعون غيره في قاع الهرم. بس الغريب اكتر انه في حلقة واحدة بس قال لجمهوره انكم مش عايزين تعرفوا. Lad, I can't help it if you're loose with other people's money. Do you think Mrs. Puff will need a dryer to go along with that? Well, Mr. Krabs. يا ترى كان يقصد ايه؟ شفي شخصية دايما حزينة ومحبطة اسكت بقى. النظرية بتقول انه كان عازف موسيقى محترف، لكن احلامه اتحطمت بسبب قلة تقدير الناس لموهبته. في بعض الحلقات بنشوف لمحات عن حياته قبل ما يعيش في قاع الهرم، زي الحلقة اللي بيعزف فيها مقطوعة مؤثرة والجمهور بيضحك عليه. Boo! You stink! Do it. Do it. هل ده السبب اللي خلاه يعيش في حياة مليانة كآبة؟ في نظرية بتقول إن كل شخصية في الكرتون بتمثل مرض نفسي معين. سبونج بوب عنده فرط حركة بسيط بيعاني من غباء مزمن ومستوى عالي من البراءة. شفيق بيعاني من اكتئاب حاد ومستوى من الإحباط الاجتماعي. هو ازاي مستر سلطة مش مرض؟ عشان هو معندوش. ازاي؟ ده كلب فلوس ممكن يجيب اي حد عشان قرش. صراحة مش شايفه مرض. المهم نرجع لموضوعنا. المثير للجدل إن بعض الباحثين أكدوا إن الشخصيات مصممة بعناية عشان تمثل ده، لكن هل ده مقصود فعلا؟ هل سمعت مرة عن نظرية الحلقات المفقودة في سبونج بوب؟ في تقارير عن حلقات مرعبة تم إنتاجها واتسحبت بسبب محتوى غريب وغير مناسب. واحدة من الحلقات دي بتتعلق بسيد شفيق وبتظهر فيها تفاصيل سوداوية عن حياته. هل دي مجرد إشاعة ولا في حاجة فعلا تم إخفائها عننا؟ ودي كانت اكتر الاسرار الغامضة عن كرتون سبونج بوب. قوليلي بقى ايه اكتر سر صدمكم؟ قرأت عندكم نظريات تانية او كرتون معين عايزين اتكلم عنه؟ اكتبولي في الكومنتات. منسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك واشتراك عشان ما يفوتكش المحتوى الجاي. ويلا سلام. ايه يا ابني عملت ترن عليا من الصبح؟ عايز ايه مني؟ انا ما عنديش فرط حركة.